السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول لقاء بينا وأول فيديو سوا. أنا مروة من قناة ميروتي. يا رب الفيديو يعجبكم يبقى مفيد ليكم. يلا بينا نبدأ، بس في الأول ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك ويلا بينا. طبعا زي ما هو واضح من العنوان احنا بنتكلم عن الديب فريزر الأفقي، ترتيبه وتنظيمه وتنظيفه، وكمان هقول لكم مميزاته وعيوبه بالنسبة لي. هنا انا كنت بوري لكم ان هو سهل تحريكه، لان طبعا من اهم مميزاته ان هو فيه عجل بيتحرك بيه. دخلته المكان هغسله فيه وبدأت هنا افتح. اول ما بنفتحه بنلاقي الباب الزجاجي ده. الباب ده طبعا من اهم مميزاته عشان بيحفظ البرودة داخل الديب فريزر. يعني احنا اول ما بنفتح الباب الخارجي بنقدر من خلال الازاز ده بنحدد المكان اللي احنا هناخد منه الحاجة بتاعتنا، وطبعا كده بيبقى مدة فتحه اقل يعني، فبالتالي ما بيكونش تلج بسرعة يعني. بس هوضح لكم حاجة بسيطة عن اغلبية الديب فريزرات اللي في السوق حاليا. كلها دي فروست، يعني قابلة لتكوين التلج. مش نو فروست. النو فروست دلوقتي غالي جدا جدا ومش موجود في معظم الأجهزة، يعني معظم الأجهزة دي فروست. طبعا ايه، بنزيل التلج يدويا زي ما هو واضح في الفيديو، هوريكم برضو مش حاجة صعبة يعني. اول حاجه هنا كنت بفتح المصرف بتاعه، هو بلاستيك كده بيتلف زي عقارب الساعه، بنفتحه وجوه بيبقى فيه قطعه بسيطه برضو بتقفل المصرف من جوه. آه، مجرد ما خلاص نزل التلج وكده بنفتح من جوه بينزل على طول. هنا نزلت ميه دافيه، مش ميه سخنه، مش تبقاش سخنه جامد يعني، تبقى ميه دافيه كده من الحنفيه. بدات املى الميه دي وانزل كده على جوانب التلج بحيث ان هو يسيح بالراحه وينزل للارض. زي ما انتم شايفين كده. جبت هنا معلقه سيليكون. كانت عندي بصراحه، مش عندي القطعه اللي هي بتيجي معاه بتنزل التلج دي، فاستخدمت معلقه سيليكون. طبعا ما ينفعش حاجه معدن ولا حاجه خشب قويه ولا سكينه والكلام ده، علشان ما يتجرحش من جوه او لا قدر الله يتعمل فيه فتحه او كسر او حاجه. واضح من جوه الفريزر اهو ان التقفيل بتاعه استانلس، طبعا صحي ضد الصدى. الفينش بتاعه نظيف قوي وتقفيله جميل بصراحة، هو ممتاز يعني من خلال تجربتي ليه، هو نظيف وجميل. السعة اللي باينة جوه، السعة بتاعته كبيرة. انا اخترت بصراحة جهاز يبقى الساعة بتاعته واسعة، لان احنا زي ما احنا عارفين الحاجة دلوقتي غالية، فلما بنشتري حاجة بتبقى هي دي خلاص بقى حاجة العمر. فانا اخترت الجهاز ده. هو جهاز وايت ويل. الساعة بتاعته مكتوب على بطاقة الكفاءة بتاعته من بره ان هي 345 لتر. طبعا دي ساعة تعتبر كبيرة وحجم كبير. بإذن الله يعني ربنا يبارك فيه ويكفينا طول العمر، لان احنا كل ما أسرتنا بتكبر طبعا التخزين واحتياجنا للفريزر والتلاجة والحاجة دي بيبقى اكتر. فعشان كده اخترت الحجم الكبير. مجرد ما التلج فك كده ونزلته بالقطعة السيليكون اللي معايا، بدأت جبت طبق صغير فيه صابون ومطهر ديتول او كلوريكس مثلا، وطبعا ليفة ناعمة كده، وبدأت اغسل الجوانب بتاعته من جوه، وبدأت اغسل الباب. الباب هنا برضو فيه لمبة إضاءة، علشان توضح مثلا لو انت بتفتحيه في وقت ما فيش اضاءة في المكان او كده، هي بتوضح لك الاضاءة دي زي التلاجات. الاضاءة دي بتوضح لك المكونات من جوه. طبعا الباب برضو هنا مكتوب عليه تعليمات التخزين، اللي هي مدة التخزين اللحوم الاسماك، اللي هو مثلا الاسماك من شهر لشهرين، اللحوم والفراخ وكده بتكون من 5 شهور ل12 شهر لسنة يعني. هنا زي ما انتم شايفين كنت جايبة الفوطة وبدأت امسح وانشف المكان. في مية في الارض اهي، انا بقى هبدأ افتح المصرف من جوه علشان تنزل. انا ما كنتش بنشف هنا، انا كنت هنا بمسح بالفوطة الجوانب، يعني مكان ما التلج نزل ومكان الصابون وكده. المية اهي زي واضحة، بنزلها على الارض وهبدأ افتح بقى المصرف من جوه يصرف بقى المية بره خالص. عايزه اقول لكم، انا وانا بقرر اشتري الديب فريزر ده طبعا لفيت كتير وبحثت كتير وحددت انا عاوزه ايه بالظبط. يعني مثلا عاوزه التقفيل بتاعه من الداخل يبقى ستانلس، ما يبقاش ألمونيوم. عايزه يبقى فيه شبكه من جوه، هوريها لكم دلوقتي. شبكه بحيث ان هي تقسم لي المكان اكتر ويبقى يعني منظم اكتر وتساعدني فيه. الشبكه دي جميله قوي بصراحه، بحبها. هنا كنت بنشف بقى الديب فريزر، مكان المية ومكان الصابون ومكان كل حاجة. كده خلاص يعتبر اتنشف يعني.
هبدأ بقى اوريلكم طريقة الرص بتاعتي في الحاجة، بحيث ان هو يبقى منظم طول الوقت، ما يبقاش كله على بعضه. لان انتوا عارفين برضو الديب فريزر الافقي من عيوبه ان هو لو ما تنظمش هيبقى كله متلخبط على بعضه، وكله بقى صعب الوصول للحاجة وتحتاسي في الحاجة. فعلشان كده يعني ايه، من الاول كده نبدأ ننظمه يكون احسن لينا كلنا، ويبقى طبعا يعني يعني لغينا العيب ده منه. هنا انا جبت الاقفاص دي، القطعه دي بتاعه المصرف من جوه، والقطعه السوداء دي بتاعه المصرف من بره. آه، انا نظمته بالاقفاص بتاعه الفاكهه البلاستيك دي. الفكره كانت في بالي من قبل ما اجيبه بصراحه. مجرد ما توفر عندي الاقفاص دي بدات استخدمها. هنا كنت بوريلكم طريقه التجميد بتاعتي. انا هنا مثلا فاكهه مانجا فراوله، اهم حاجه ودي ملوخيه. اهم حاجه في التجميد الحاجه ان هي تبقى في اكياس او في اطباق فويل، وتبقى مبططه خالص، مطلعين منها الهواء، مطلعين منها اي حاجه، كلها نفس المقاس على قد ما نقدر علشان ما تاخدش مساحه. اهي بصوا الاقفاص دي مثلا. هنا القفص ده انا حاطه فيه اطباق الفويل فيها خضار، في مثلا قلقاس، في ده كرنب مخزناه من السنه اللي فاتت. بصوا يعني اهو مجرد ما حطينا، طبعا اللي في النص ده منظم كده، حاطه فيه الحاجات الصغيره زي ما وريتكم الملوخيه والطماطم. دي الباميه بصوا متخزنه في علبه تلاجة، طبعا كلها مقاسات واحده، مبططه ما فيهاش هوا، مش مكعببه كده. ودي الشبكه اللي انا كنت بقول لكم عليها من اهم مميزات الدي فريزر. كنت بختار الدي فريزر عايزه فيه شبكه بحيث ان هو يبقى متقسم كده اهو. بصوا التقسيمه في الجنب، نقدر نحط حاجات تحت وحاجات فوق الشبكه برضو. فدي يعني ايه اللي هو استغلال المساحات كلها. بحط في الشبكه دي مثلا ده عيش سوري عندي، بستخدمه كده في اوقات اطلعه، دي حاجات تحت ايديا سريعه كده، فعشان كده حطاها من فوق. الزبده كانت عندي برضو من السنه اللي فاتت، شايلاها في الفريزر. الحاجات اللي على جنب زي ما قلت لكم ايه اللي تحت ايديا. ودي علب تلاجة اهي حاطه فيها. طبعا انا علب التلاجة دي مستقبلا شويه كده، بس اجيب اقفاص كمان من الحجم الصغير، هبدا استغنى عن علب التلاجة اللي فوق الوش ده. ابصوا القفص اهو بتاع الفاكهه كنت بوريهولكم، بحط في ارضيته كيس كده. وده قفص فاضي عندي، يعني باذن الله ربنا يكرم وايه ونملاه. هنا بدأنا اهو نحط الغطا الزجاجي ونمسحه بننشفه. نرجع تاني لمميزات الديب فريزر ده. من مميزاته برضو الوايت ويل ده ان هو سريع التجميد. يعني في خاصية التجميد السريع، بتجمد لحد 17 كيلو في الساعة. متخيلين ما شاء الله يعني 17 كيلو. يعني انت لو مستعجلة على حاجة قوي ومحتاجة مثلا حاجة كمية كبيرة تحطيها في الفريزر تجمدها لك في وقت سريع، بتحطي فيه. هو من دي مميزات فيه يعني. طبعا خاصية التجميد السريع دي بنتحكم فيها من دايرة التحكم اللي هي الأمامية اهي بقى ظهرت قدامكم. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا طبعا الفاست فريزنج اللي هو التجميد السريع ده ما يبقاش يشتغل اكتر من ساعة، لان ده بيستهلك الموتور بتاع الديب فريزر، فاحنا بنشغله عند الحاجة بس. طبعا الديب فريزر ده برضو من مميزاته ان هو بيشتغل تلاجة ويشتغل فريزر، وزي ما قلت لكم التحكم كله من الوحدة اللي قدام دي. هنا كنت صورت لكم بطاقة الكفاءة بتاعته. هو بالنسبة للكهرباء اعلى كفاءة، بيديكي اعلى كفاءة باقل استهلاك للكهرباء. هو على المستوى البي. وزي ما مكتوب عليه برضو زي ما قلت لكم الساعة بتاعته 345، بس الساعة الفعلية بتبقى اقل شوية. واستهلاك الشهري بتاعه حوالي 39 كيلو كهرباء في الشهر. هنا بتاع الاضاءه بتاعته الداخليه كنت بوريها لكم. زي ما قلت لكم تعليمات التجميد، مده التجميد، اللحوم والسمك والحاجات دي مكتوبه عليه. هقول لكم سريعا برضو العيوب. بالنسبه لي انا مش شايفه له بصراحه عيوب غير حاجات بسيطه. زي ما قلت لكم طالما هو متنظم من جوه يبقى خلاص تخلصنا من العيب ده. والعيب التاني بالنسبه لي ان هو واخد مساحه كبيره، انا حاطاه في اوضه النوم لان ما عنديش مكان ليه تاني. وبرضو بما ان الباب بتاعه بيفتح لفوق، فانتي مش بتقدري تستغلي اي مساحة فوقيه يعني. هنا كنت بوريكم برضو ده كان تصوير اول ما جبته. طبعا انا وريتكم برضو ان هو فيه من مميزاته ان هو فيه مفتاح، لو في اطفال او حاجة بتقدري تقفلي بالمفتاح. الباب ما بيتفتحش بقى غير بالمفتاح بحيث الاطفال ما تلعبش فيه. ده كان فيديو النهاردة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر يعني من المعلومات اللي بتهم اي ست بيت بتشتري جهاز جديد.
يعني يا رب اكون كنت خفيفة عليكم ووصلت لكم اي معلومة او فدتكم بحاجة بسيطة. ما تنسوش الشير واللايك وتدوسوا زرار الاشتراك. ولو الفيديو عجبكم استنوني تاني بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.